السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو سريع كده، فيديو جديد. هنبه على حاجة مهمة الناس كلها بتستفسر عنها، والناس كلها بتسألني على طول كتير، وبيسألوني من زمان وعايزين انزل محتوى عن الموضوع ده. فانا خدت وقت كتير على ما اتكلم على الموضوع ده، لان الموضوع ده يعني انا بحث فيه كتير، لان طبعا الموضوع باختصار الناس عايزة تعرف. بيقول لك اروح البرتغال ولا اجي اسبانيا؟ فانا عشان مش عايش في البرتغال ولا رحت البرتغال، فانا سألت كتير اصدقائي اللي هناك، والناس كلها اللي انا ساعدتها تاخد فيزا والكلام ده كله، والناس اللي راحت كلها البرتغال. فانا دلوقتي انا جمعت كل التعليقات من الناس ديت، وجاي اتكلم دلوقتي باختصار واعرف الناس ايه المميزات وايه العيوب. فدلوقتي قانون المانيفيستا اللي كلكم عارفين، الناس كلها بتروح على البرتغال عشان يعملوا قانون المانيفيستا اللي هو تعديل وضعك بفيزا سياحة. قانون المانيفيستا يا شباب خلاص هيتوقف العمل به من يوم 31 الجاي، 31 مارس 2023، يعني 31 مارس اللي جاي القانون المانيفيستا خلاص هيتوقف العمل به. مش هيتوقف القانون، هيتوقف العمل به لحد بقى الاجل غير مسمى، محدش يعرف هيشغلوه تاني ولا لا. فانا متاكد ان القانون ده واقف، لان طبعا الناس كلها لان دي الدوله الوحيده اللي فيها تعديل وضع بفيزا السياحه اللي هي البرتغال. فعشان كده الناس كلها كانت بتروح هناك، فحصل ضغط كتير هناك وفي حصل بطالة كتير والمرتبات قليلة جدا هناك. ده كلها تعليقات جات لي كلها من الناس اللي راحت هناك. يعني فرص العمل قليلة جدا هناك، زائد ان المرتبات ضعيفة جدا هناك كمان. فموضوع البرتغال دلوقتي يا شباب، يعني يا ريت الناس قبل ما تروح البرتغال تعرف كل التعليقات دي كلها. انا ما رحتش عشت هناك، بس دي والله التعليقات كلها اللي بتجيلي من الناس اللي هناك، ان الشغل خلاص قليل جدا، وقانون المنافسة خلاص اتوقف العمل بيه، وحتى الاجور ضعيفة جدا. فده بالنسبة للبرتغال. بالنسبة لاسبانيا بقى، انا كراجل عايش في اسبانيا وحنقل للناس خبرتي في اسبانيا. اسبانيا برضو فيها بطالة، اسبانيا فيها بطالة كتيرة جدا. ولو انت مش جاي اسبانيا على معرفة وجاي اسبانيا على شغل، ما تجيش اسبانيا. ليه بقى؟ لان اسبانيا دولة بتاعت ورق. يعني بتيجي هنا الناس بتيجي عشان تعمل ورق، ناس بتيجي تقعد 3 سنين او سنتين دلوقتي على القانون الجديد عشان يعملوا ورق. فاسبانيا لو حضرتك مش جاي على شغل وعلى حد تعرفه، يا ريت ما تجيش اسبانيا. في حل تاني بقى للناس عشان تعمل ورق بسهولة. طبعا كله جاي عشان يعمل ورق، يعمل اقامة. يعمل ايه بقى؟ الناس بتيجي هنا، بتيجي تشتري شهادة سكن هنا، بتعمل شهادة سكن وتعمل كارت مواصلات ويدوا لأي حد يستعمله هنا، ويروحوا على إيطاليا أو فرنسا، يروحوا يشتغلوا في إيطاليا وفرنسا بمرتب أحسن أو يوميات أحسن أو أعلى من هنا، وبعدين يرجعوا بعد 3 سنين يجوا أسبانيا يعملوا إقامة. هو ده الحل اللي معظم الناس بتعمله دلوقتي حاليا. الناس بتيجي أسبانيا يا دوبك بيقعدوا فيها مثلا أسبوع أسبوعين، يشوف حد يشتري منه شهادة سكن ب 200 يورو ولا 300 يورو، ويعمل كارت المواصلات بتاعه، وبعدين بيطلع دايركت على طول على ايه، على ايطاليا او فرنسا، يشتغل هناك كويس جدا وياخد مرتب كويس جدا. الشغل هناك طبعا متوفر جدا هناك في ايطاليا وفرنسا، على حسب ما بسمع. يعني انا ما روحتش هناك، بس انا بسمع عن الناس. فهو ده الحل اللي الناس بتعمله، ان الناس بتيجي بتاخد شهادة سكن هنا وبتعمل كارت مواصلات هنا، وبعد 3 سنين وبيطلعوا على فرنسا وايطاليا، وبعد 3 سنين بيجوا يرجعوا هنا يعملوا اقامة. هو ده الحل الامثل واكثر حل. ليه بقى؟ لان قانون المنافسة بتاع البرتغال خلاص، يعني ما عادش في دولة دلوقتي بتعدل لك وضعك بفيزا سياحة. ما عادش خلاص. يعني البرتغال خلاص يوم 31 جاي هتقفل. وبعدين طبعا انت لازم تروح، قانون منافيستا ده لازم عشان تعمله بياخد له بتاع شهر. يعني بتوضب ورقك وبتستنى بتاع شهر عشان يردوا عليك. فكده خلاص، يعني خلاص ما عادش، خلاص كده القانون قفل كده خلاص، وما عادش بقى خلاص في فرصة للناس انها تعدل وضعها بقى بسهولة. فالتعليق العام بالنسبة للبرتغال او اسبانيا يا شباب، اللي مش رايح على مكان وعارف ان هو هيشتغل ايه وهيعمل ايه وهياخد كام، يا ريت يا شباب لا يقعد لا في البرتغال ولا في اسبانيا. انا والله مش بكره الناس، بس اسبانيا والبرتغال يعتبروا دول بتاعت ورق. وخلاص البرتغال خلاص دلوقتي وقفوا العمل بقانون منافستا، يعني خلاص. اسبانيا ده زي ما انتم عارفين، يا سنتين يا 3 قانون تعديل الاوضاع. لكن يا شباب التعليق العام ان الانسان لازم يعرف ان هو هنا ما يجيش يعني ويقعد وما يلاقيش شغل. تمام. يا ريت الناس تاخد بالها من الموضوع ده، وهو ده اللي انا حبيت اتكلم عنه دلوقتي يعني باختصار، عشان ما اطولش عليكم. ونصيحه ليكم يعني قبل ما تيجوا، يعني
فالناس تحدد اهدافها كويس يا شباب، عشان ما تجيش هنا تضيع عمرها على الفاضي وفي الاخر يرجعوا مصر زي ما الناس بتعمل ساعات هنا. فربنا يوفقكم كلكم، وانا تحت امركم في التعليقات، هرد على كل تعليقاتكم. انا تحت امركم في اي استفسار، واللي عايز اي محتوى يكتب لي وانا هرد ان شاء الله عليكم في محتويات جايه ان شاء الله. واشوفكم في الفيديو الجاي، وما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناه وتشيروا الموضوع ده عشان الناس تعرف وتستفيد قبل ما تيجي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.